أنا بحال كاع الناس كل عام مع الفطور كنحط قصيبتي قدام التلفازة باش نشوف إن مصائب جديدة صوبوا فلوسنا وندوز الفقصة بزلافة ولا جوج ديال الحرير. هكذا دوزت سنين فرحان وسعيد ولفت فيها سيناريوهات ديال الله يحسن العوان والإخراج ديال كوار وعطر العور، حتى لهذا العام فين جا هذا المسلسل باش يخيب الظن ديالي ويزعزع الثقة ديالي العامية في الرداءة ديال الإنتاج التلفزي المغربي الرمضاني. غير باش نقربك من الكارثة اللي تسبب فيها هذا المسلسل خاصني نشرح لك واحد المفهوم مهم في السينما والإخراج. فاش كيبغي شي مخرج يحط الكاميرا باش يصور شي مشهد ما كيجيش وبلاصيها وكيقول اكشن. الاختيار ديال الزاوية والبعد على الممثلين اختيار دقيق ومدروس حيث كيعطي معنى تاني للصورة. مثلا إلا صور الممثل من التحت كيعطيه حجم وعظمة ومعناه أن هذيك الشخصية هي اللي طاغية وقوية في المشهد، وإلا صور الممثل من الفوق يصغروا الصورة بحال شي برهوش كنشوفوه من الفوق كتبان الشخصية صغيرة ومقهورة ومعفوط عليها. كاين واحد المثال ثالث اللي غتفهم دغيا، إلا حطينا الكاميرا مورا القند ديال شي حيط ولا شجرة كنفهموا أن كاين شي شخصية كتجسس ولا كتبركك بحال الكاميرا هي عينيها. هاد ثلاثة الأمثلة الكلاسيكية والشائعة والمعروفة كتدخل فيما يسمى بسينماتيك لانجويج أو لغة الكاميرا. فوق هادشي كامل المخرجين والسينماتوغرافرز المريقلين الزوينين والغزلان كيزيدوا شويه ولا بزاف ديال السيميولوجي اللي هو علم الرموز على كل لقطه باش يقولوا لنا حوايج غير بالكاميرا باش يعطيوها معنى زايد من الفوق. وتما فين هذا المسلسل تقبل الورق كيبدا بمشهد فيه 2 دقائق كنعيشوها مع بقره في اخر سفر ليها من الكوري للسوق فين خاصها تتباع باش تذبح. غير في دقيقه 90 كيجي ابل باش ينقذها بخبر ان مولات البقره هي اللي ماتت. فاش المخرج كيحط الكاميرا فوق ظهر ديال البقره هي بغينا نعيشوا معها اللحظات الاخيره ديال الحياه، نشوفوا الحياه من المنظور ديالها. في هذا المشهد فين كتعرف الشخصيات كيفاش غيتقسم الورث كتوقع مواجهه بين 2 الجروبات كيصورها المخرج بحال شي مواجهه نيت، والفاصل بيناتهم هو القانون المحامي اللي كيخشيه المخرج وسط الوجوه بجوج. في الاخر واحد الشخصيه كتقرر تبدل الجروب وكتوقف ليترالمون في صف شخصيه واحده اخرى. اما المشهد اللي خلاني ناخذ بجديه هذا المسلسل هو هذا. فواحد اللقطه كيهبط هاد خينا من الطوموبيله ديالو باش يدافع على واحد السقطه والمخرج كيوقفوا بيل قدام الكرون اللي معلقين فوق البيكاب ديالو من غير ان هاد الطوموبيل امتداد ديال هاد الشخصيه وجزء منها. هاد الكرون كيردوه كيخلع وكيبينوا الحقيقه ديالو بحال شي بوعو ولا شي جن. اخراج مريكل. في وقت اخرى واحد خينا كيصرفق واحد السقطه والمشهد كيسالي باليد ديال مراتو كتحط فوق كتفو بحال كتساندو. المخرج داز من يد كتضرب ليد كتطبطب، يد كتعنف ويد كتشجع على العنف. بريليانت. بحال هاد الافكار الصغيره وهاد التويشيات ومنها بزاف هاد المسلسل المتواضع كتبين ان هاد البروجيكت تخدم بحب. المخرج والفريق اللي معاه تحيه الحمزه من هاد المنبر خدموا من نيتهم وحطوا نويطات زوينه واخا عارفين ان اغلب الناس ما غيردوش لها البال، ولكن كيبقاو الناس اللي فاهمين القالب هما اللي باقين كيحطوا كاميرا فوق سلايدر كيديروا راك وكيخليوها غاديه جايه كتصور الممثلين بس ظهر الراس. وهذا هو الاخراج ديال المرض اللي عزيز عليا ندوز به الحريره في رمضان.